ازيكم يا بناتي يا حلوين، عاملين ايه؟ بالنسبه لايه، للتوفير اللي احنا اتفقنا عليه، ماشي. دول كنت عامله مكرونه، ودول ايه، معلقه بالظبط، معلقه بالظبط ببني مكرونه دي صلصه باللحمه المفرومه بتاعت مكرونه يعني، كانت باقيه. انا بقى هعمل لكم من معلقه الصلصه دي صينيه مسقعه. ازاي يا ام محمد هتعملي من دول صينيه مسقعه؟ دي تكاتي وحركاتي وتوفيري، ولازم نظبط كده ونخطط عشان نعمل لاولادنا كل اللي هم عايزينه. عندنا كل عيل بياكل اكل شكل، مش هنعمل لكل واحد هلم، لا، لازم تظبطي ولازم تدبري. المهم تابعوا فيديو المسقعه، والله فيديو المسقعه ده لو فاتكم انتوا الخسرانين. معلقه الصلصه دي هعمل لكم منها صينيه مسقعه جبار. تابعوا الفيديو وقولوا لي رايكم في التعليقات، وقولوا لي الحاجه اللي انا بعملها دي حلوه ولا وحشه، وافكاري وتكاتي وحركاتي مستنيه تعليقاتكم، حلوه ولا وحشه. المعلقه دي هنعمل بقى صينيه مسقعه معقوله؟ معقوله. نعمل شويه المسقعه بالشويه دول معانا اهو. ديت حاطين حبه زيت صغننين، ومعانا فص توم، دول فصين توم قشرناهم ودقيناهم، ماشي. وادي معانا البتنجان اهو بنحمره، انا مقطعاه صغير لان ابني بيحب رفيع جدا. وعلى فكره المسقعه برضو ما عنديش غير واحد بس في البيت اللي بياكلها، ماشي. وادي الصلصه اللي انا بقول لكم ببقى مجهزاها، اللي بتبقى عندي في البيت. ريحه الثوم مع الصلصه تحفه، عشان كده انا ما حطيتش زيت كتير. وادي الحبه الاساسيين اللي احنا قلنا عليها. بصوا بقى معانا صلصه قد ايه باللحمه المفرومه وبالثوم. بصوا يا بنات اتسبكت اهي، اهو ببتنجانيه، والبتنجان كمان بص والله ما شربتش زيت. قطعتها رفيع ونقعتها في الملح، وبعد كده عصرتها، نزلت كل الميه اللي فيها، ما شربتش زيت خالص. وادي اهي، دي ايه، في حاجات كانت عندنا في البيت. عملنا طبق مسقعه، مفيش بعد كده. حمريه وشه في الفرن بقى من الاخر، ورغيفين عيش وبصلايه كده بقى، وتاكلي اما تشبعي.